السلام عليكم. كاين واحد النوع ديال النباتات ما كيعيش بضوء الشمس ولا الماء بوحدو. هاد النوع هذا كيعيش بالدم، ما تخلعش، ماشي دم ديال الانسان ولكن دم ديال الحشرات، ذباب، النمل، يرقات. هاد النبات ماشي مسالم، بل كيتسنى الضحية تقرب، كيتظاهر بالبراءة وفجأة كيسد الفم ديالو بحال المصيدة وكيخنق كلشي وسطو. ماشي لقطون فيلم رعب، هذا هو واقع. هاد النبتة وهاد النبات راه موجود وعايش في الطبيعة. شنو هو؟ واش خطير؟ واش فعلا كيحسب كما كيقولوا ولا فقط غريزة؟ شد بلاصتك وخليك معايا، حيت اللي غادي تشوفو اليوم غادي يخلي وجهك مصدوم. هاد النبات ماشي غريب غير في الشكل، راه غريب حتى في التصرف. كيعيش في اماكن اللي التربة ديالها فقيرة بالمعادن، يعني حتى هو خاصو ياكل باش يعيش. شنو كياكل؟ الحشرات، الذباب، النمل، عناكب صغيرة. الورقة ديالو كتشبه الفم، ورقتو كتشبه الفم فيها سنان، وهاد الشعيرات حساسة. إلا شي حشرة داز، لدرجة شي حشرة داز فوقهم ولمساتهم بجوج، خلال ثواني فقط كيتسد الفم بسرعة خارقة. وكتسالي الحكاية ديال الحشرة كتحبس وكيبدا يفرز واحد الحمض اللي كيهضمها شوية بشوية. وخا صغير راه فنان في الفخاخ، ماشي عنده مخ ولكن داير بحساب دقيق، كيعرف يفرق ما بين قطرة ديال الماء جاية من الشاق ولا ما بين شي ذبابة كتحرك. وعلى حسب النوع ديال الحشرة كيبقى مغلق لحتى ل5 أيام حتى كيشربها مزيان. هاد النبات كيتواجد في المستنقعات ديال أمريكا، خصوصا في ولاية كارولينا، ولكن تقدر تربيه في الدار ديالك، غير خاصو واحد الشروط دقيقة: رطوبة عالية، شمس مباشرة، مخصوش الماء ديال الروبيني. راه حساس بحال شي طفل مدلل ولكن قاتل، حيت جمع ما بين الطبيعة والحركة، ما بين الجمال والخطورة، ما بين النبات والحيوان. تخيل نبات كيتصرف بحال شي سبع، تخيل نبات كيتصرف بحال شي سبع. لهاد السبب بزاف ديال الناس كيشريوه غير باش يشوفوا ديك اللحظة ديالو الانقضاض على الفريسة او الاغلاق على الفريسة، اللحظة اللي كتصدم وكدهش في نفس الوقت. شنو رأيك في هاد النبات اللي كيتحول لفخ وكيصيد وكيهضم؟ واش تبغي يكون شي واحد بحالو تربيه في دارك؟ خلي لينا الرأي ديالك في التعاليق، وإلا عجبك الفيديو بارطاجيه مع صحابك، وخليك ديما متابعنا باش تعرف حقائق أغرب من الخيال. كان معكم عبد الغفور مساري، السلام عليكم.